السلام عليكم، كيف حالكم كلكم؟ ان شاء الله طيبين بخير. اليوم حنسوي الاسادور. الاسادور هو المندي في اسبانيا، ان شاء الله يعجبكم. المكونات اللي نحتاجها: كتف خروف مع ضلوع ورقبة، ملح بحر، فلفل اسود، زيت زيتون، زبدة، واخيرا زعفران اسباني. بالنسبة للزعفران الاسباني تقدر تحصلوه من الرفاعي، هتتعبوا شوية تلفوا كم فرع لما تلاقوه. آخر شي تحتاجوا طاوة فخار. صدقوني لفيت البلد كلها عشان ألاقيها، سوق البخارية، سوق الحراج، الصقر، الرحمانية، ولقيت آخر شي لقيتها في سوق اليمنى، محلات الفخار اللي هناك. لا تتعبوا، روحوا المحل اسمه بيت الفخار، هتلاقي عنده فخار ومصنوع in Spain. شفتوا في الصورة اللي قبلها تعليمات الاستعمال. من الضروري إن انتوا قبل ما تستعملوا فخار تحطوه في موية حارة أو موية فاترة من 3 ل 5 ساعات. طيب اللي حسويه دحين حغسل اللحمة بموية وخل، وأهم شي دحين نشغل الفرن، نبدأ نسخنه على درجة حرارة 250. طيب الخطوات مرة بسيطة. أول شي حنرش زيت زيتون ندعكه كله. ثاني شي ملح بحر، طبعا من الجهتين، وزيت الزيتون من الجهتين. فلفل أسود، لا تكثروه مرة كثير، من الجهتين. آخر حاجة حنحل زعفران إسباني بموية حارة بنسيبه. آخر حاجة عندنا كاسة موية حنكبها في الصينية من كل الجهات تساعد على ترطيب اللحم. آخر حاجة ندهن شوية كده من الزعفران عشان ياخد لون. الفرن ساعتين إن شاء الله على 250. بسم الله. عدت 3 ساعات، زودنا ساعة زيادة على نصيحة الشيف عبد الحكيم. هذا Remember, food makes memories and never trust a skinny chef.